انا ليه دلوقتي استورد قمح وانا قابل ايا كان اعمل صوب استصلح الاراضي ايا كان. الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى منطقي لو انا البيئه بتاعتي تسمح لي بده. اديك مثال، لو احنا شغالين بالمقايضه اقول لك تمام، لكن انت بالنسبه لك ما عندكش اشكاليه ان انت تزرع برتقان وليمون وفراوله وسلع زراعيه، لو ان السلع الزراعيه دي مكافاه في القيمه السوقيه بتاعتها زي القمح. يعني لو انا هزرع مثلا 100 فدان، ال 100 فدان دول هيجيبوا لي طلعهم برتقان مثلا، البرتقان ده هيجيب لي مثلا $1000. هل ال 100 فدان اليوتيلايزيشن بتاعهم دول لما يتزرعوا ويجيبوا لي $1000، لو زرعتهم قمح هيجيبوا لي كام؟ زراعه القمح هتكلفني كام وهتجيب لي كام؟ الاكسرسايز بتاع تريد اوف اللي هو انا ازرعها الارض دي، ازرعها قمح ولا ازرعها برتقان. هي دي الحسبه بالمناسبه اللي الفلاح بيعملها، اللي هو انا وانت فاكرين انها حسبه اقتصاديه يعني معقده جدا. الفلاح بيحسبها كل سيزون، هل ازرع برسيم صح ولا ازرع كوسه.